الله يسعد لي صباحكم حبايب قلبي وين ما كنتوا عم تشوفونا وبأي وقت. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتوا عم تشوفونا بفيديو اليوم. بدنا نشكركن على دعمكن ومحبتكن، عن جد بتكبروا القلب. الله يبارك فيكن يا رب. يعني بدي اشكر كل انسان رجع فات لعندي على القناة، بقول له اهلا وسهلا فيك بقناة الامير الصغير، نورتوني. ميرسي لألو عن جد. يعني هيدا الفيديو الأخير كان بجنن، وفي ناس كتير اجوا لعنا جداد على القناة، فبدنا نرحب فيهم ونقلن أهلا وسهلا فيكم. مثل ما شايفين حنبلش معكن اليوم من البيت، وأكيد حننتهي بغير محل. فهلأ بالمبدأ مثل ما شايفين نعمل معكن الخبايزة اللي قطفناهن عند نحن وابو عبد الله. بدنا نلفهم، وهلا اكيد حتساعدنا فيهن ام بلال. عملك شوي مشان نزرع لنا كم خسة مشان رمضان، لأنه هوليك خسات ونص رمضان بيكونوا طاروا. على الأقل بنزرعهم على رمضان بناكل من آخر رمضان عشان ما نقطع. ان شاء الله. هيدا الخس الفرنجي ما هيك؟ هذا لا، هذا شو اسمه؟ هندبة. هندي. هندبة. هديك خس الأحمر وهديك هسبرج فرنجي. شايفين الحمد لله ما شاء الله بعد الشتوى رجعوا قلعوا. هيدا الهسبرج. يسعد مساكي ومساني أمامه، مسا جميع أحبابنا المشاهدين. تشكرنا كثير على تعليقاتهم، على محبة اللي قالنا الواضحة والأكثر من رائعة. نحن اليوم عدنانا قد كنا امبارحة حد عم طلع عم علي الله يرضى عليا وعم نرمين الله يشفينا جوزي. تشكرنا على دعوات اخواتي انه شايفونا عم نجيب هيدي الخبايزة او الغبيرو. انا كنت بقول خبايزة مش لنا غبيرو. هلا هذيك اليوم لفيناها هيك قلنا نجرب طيبة ما أنا طيبة، وبتفسد عباد بأكل البيض. طعمها من الحرش. فهلا صرنا نحن بنركض وراها يا جماعة، وين في بنجيبها لنعملها لشو بدنا نعملها اليوم يا عمو؟ مع تبولة يا ليجي. ايش حاطة هون يا ام بلال؟ بصل يابس، بصل أخضر، بقدونس، بندورة، والرز. في ناس تحط له قصة معه ورب البندورة على فكرة عشان يعطي طعمها هيك على حموضه، بس أنا ما بحبها هاي سبحان الله. في ناس يحطوا دبس يطلع عنده كمان دبس رمان، حسب كل مين بيحب الحب كثير. هينا في من الشكلين يا ام بلال. وفي كمان زيت زيتون أهم مكون لهذا اللي بيقولوا هذا يعني اليالنجي. يالنجي. غير هيك كمان هذا بيقولوا أكل قاطع يعني. بيحب مثلا يعمل دايت أو من إخواننا إنه هالي بيعمل هذا الأكل قاطع، ما في يعني لحم، ما في يعني أكل صيامي. أيوه هيك بيقولوا كثير طيب عن جد. هلا ان شاء الله نحن نجرب كمان ونحكم عليه. هلا نجرب لا جربنا بس مرة يا أمل. ايه بس قصدي انه مع هيدا هلا هيدا لكن دايما لما مرتشف في حشيش بيطلع طيب. فعلا هيك بيطلع طيب. حتى في تحشي كوسة منه ها، بعدين اللحمة بتحشيه بالخضرة والله بيطلع كثير طيب. حمص كان شو حمص ولا كوسة قديم؟ ايه هلا عن جد حطي هلا هيدي بالكوسة وشوفي مقطيبة. لا عن جد كان يحشوها قديم كوسة يحطوا حمص. يعني تبي يحطوا لها حمص. لا أما سوري كيف حط لها اي والله حمص بتطلع ما في اطيب منك. أنا بتصدقي يا أم عمر بحب اكل قديم كثير، ما بحب الاكل والله كلياتنا هيك. لكن هلا هيدي عندي اياها بتسوى 100 اكلة لحم. برغل على بندوره في اطيب منها. انا بتسوى لحم بس ما بتسوى الدجاج. لا البرغل على لحم، البرغل وعمل سوري على بندوره عن جد اكلة بتجنن. بس ما بتطلع طيبه بقى، ما بعرف ليش ما عم تظبط. لا هلا جبت البرغل معمول عليه بيطلع كثير طيبة، مثل اللي جايبتين دي امام حبة عم حكيمنا بيقولوا لي بدنا نبقى نطبخهم اياها، بس هلا ما بقى فينا زي الله يعيد علينا وعليكم بالخير والسلامة شهر رمضان.
سبحان الله الصيم شو بده اياه كل ايام. برمضان ما بتاكل برغل. صحيح. خلص سبحان الله اذا بقى في لحمه على خلاص على العيد ان شاء على الله. الفطور. البرغل تاكليه بعد رمضان بشي سنه. اكثر من هيك لا ما بقى يمشي، هيك حاجه بقى. ايه يلا. هلا انا عملت الغوله مثل السله يا عم عمر، ما بدك تشدي عليها كثير. ايه غير الورق عنب المكبوس. صحيح. اللهم صل على النبي، الله يطرح البركه. بتسلى فيني يا عم عمر، وسبحان الله واحد بيغير والله بمله، وسبحان الله الاكل بيحير كل يوم. هلا على بكره بدنا ناخد يا عم بلال معنا صحن لعم علي اذا الله رد السها اخده بالفندق، قاعده بالفندق هونيك. يا عمي اوتيل 5 نجوم بس بدون نجمه. ما يخلي نفس الضيق لا عدو ولا صديق، اللهم امين يا رب. ويرد كل غايب على بلادها وعلى اهلها. ان شاء الله تطلع على رمضان ببيتها كمان اهم شيء. يشفي لنا ابو نيرمين ويهدي لها بالها لعم نيرمين، يشفي كل مريض. امين يا رب. يعني رابع سبحان الله يعني. بس هلا على بكره بدنا ناخد صحن يعني من هيدا لعم عليه اذا ضل الصبح هيك ان شاء الله. والله شان سنينك منيح. بدنا ندوقه. على اساس هذا عم يعملوا كيكي بيك. منو؟ شفتي يا جماعة أنا والله العظيم كل شيء بحب جربه بلاقيه طيب. هيدا يا عم عمر هلا عم نحرك التبولة. يعني هلا هيدي التبلة أنا ولا مرة عاملة هيدا اليالنجي عم بليل، أول مرة. يعني هاي هي التبلة الأصلية ما بيزيدوا لها شيء أبدا. خلصتها؟ إيه. بعدك أنا هلا بدي أعلمك فنون الطبخ والمطاعم الشرقية. أها. خليني يا جماعة أنا على الشاورما وهيك أشياء أحسن لي وهي اللي هكذا نعمل إذا رمضان الكفتة على طريقة المطاعم إن شاء الله. والدبيبات. دبيبات مركبة يا أم عمر، دبيبات كفتة يا أختي بيشكوها مع دبس الرمان مع فلافلة حلوة، حطي دعبولة كفتة فلافلة بصلة بندورة مع منظر الشيخ بيشوق. بكره بنعملها معا ان شاء الله تعالى. إن شاء الله هلا برمضان. حجر مواهبي الدفينة يا جماعة. بس هلا حنقلها لست وردة إنه بلال اليوم ما معه الجزدين. لك أنا يا أم ست مرة بتشكر كثير كثير، أنت الداعم الأقوى لأم بلال ولأم عمر وكل المحبين طبعا بدون استثناء. بس ست مرة حطي على الجزدين يا جماعة، الجزدين أنا عندي إياه مثل والدة من الولاد. ما مشان شيء، بس سبحان الله هيك تعودت وقت كنت اشتغل يا عم عمر روح بروح البيت لاقي سبحان الله كل العيلة حاملة جزدين، وانا يعني ليش انا ما بحمل مثلا؟ والله واخذت معي فتحة ما بقى اتركه ابدا ابدا. اهم من الولاد. شفتي ما نفهم ما عبينا فيه الخبيزات. صحيح. المشتركين احنا عم نصور اهلنا وهيك نحن صور ايه شوية ظروف بالضيعة اللي نحن ساكنين فيها، هيك شغلة مشاكل يعني مشاكل عائلية بين عائلتين من الضيعة، والله يجملها بالستر ويهدي النفوس. فنحن كنا من ضمن الضيعة، فتضررت الانترنت عنا. فسبحان الله انا ما معي انترنت هلا، حتى انا يعني عم تابع لما عمر عم لقط من عند الجيران اللي لسه عندهم مشان نفتح ونشوف الفيديوهات. وانا عم عيني يا جماعة كتير بتنزيل الفيديو، والله عم روح لعند الجيران اوقات يعني عم عبي بس ما بعرف كتير بيصرف تنزيل الفيديو وعم بيخلصوا دغري. فكمان ماني عم بقدر رد عليكم. في حدا من المتابعين قال لي ام عمر الا بالعادة ترد على العالم. عن جد انا مقصرة معكم، بس هلا نحن قلنا من فترة تقريبا 10 ايام يا عم بلال بالوضع عنا مكركب كتير. ما بعرف اذا سمعتوا بالمشكل بعلمان، نحن محل ما ساكنين. يعني يا جماعة الله يهدي النفوس. امين يا رب. والله سبحانه وتعالى يرحم الاموات. ويعني شو بدنا نحكي يعني ان شاء الله بهالشهر الفضيل هيك بيهدي النفوس وبتروق الاحوال وبيرجع كل شيء لطبيعته ان شاء الله. لك هيك هلا بدهم يعذرونا ويكترونا اللايكات والمشاهدات، لانه احنا فعلا هلا انت عم تعوني بتنزيل فيديو ويعني مثل ما بيقولوا عم نصور نحن، ويعني سبحان الله في حذر. الواحد متخوف يا أمنا والله وماني عم بقدر رد علي. يعني عن جد انا ما بحب حدا يحكيني والله العظيم وما رد عليه. فبدي اعتذر من الكل ما كنا ناويين نقول هيدا النقطة، بس لأن كنا
انتبهتوا علي، فعن جد لهيك ان شاء الله بس ليزبط الوضع بنرجع مثل قبل واحسن ان شاء الله. ان شاء الله كده يا عمر اخر حطه مثل ما بيقولوا باللغه تبعتنا، اخر فوز، ما فوز بطاطا. لا لا بايزه. بلشت ام بليل باللف. الله يا عم، ما تنسي انت هاي بجميل. بدرس انا هاي بجميل. بدوي لا سبحان الله، تعالوا متوعدين. لا ما بنتفق مع بعضنا. هذا بس هاي يا جماعة بيجامة الأشغال، نحن يعني بس نعمل خبز أو نعمل شيء فبتلبس هاي البيجامة أو نروح على الحقلة. انا كمان اروح هسه نحطب لك على المعلم. أنا ما بعرف لف على الدفة مثل أم بليل إلا عايدة. لا انا بحب لف الا على الدفه. الله يرحمها امي كانت تلف عايدة. أنا مثل أمي الله يرحمها عايدة. أنا أول مرة بلف يا لنجي يعني لف ورا عنب، بس هذا بقلب الخضرة أول مرة بلفه. انت شوفي ما شاء الله. هسه حالي إني أنا شوفي لفتي وشوفي لفتك فدنيني. هلا شوفي أنا لفتي يا عم بليل. هلا على التحدي مين لفتوا احلى قولوا لنا بالتعليقات. عم تسبيني يا عم بليل. لك انا خبت 10 سنين شاف مأكولات شهرية يا عم عمر، ما فيك تغلبينا. ها لايكو يا جماعة عليك. لا هيدا ورا علبة بلحمة. لا والله بدك تاكلي اللي تحسي انك عم تاكلي شيء. في يا عم بليل. أنا بحب كل شيء على اتيكيت هيك صغير ايش اسمه مرتب ما بعرف. منيحة هاي يا عم بليل، منيحة اشبهش صاير علي. هلا شوفوا المكورة انا قربي حتى. شوفي اي احلى. انا خلاص يلا هلا هنا بيقولوا لنا من اللفت واحلى. حطوا لي علامتها. كتروا لي العلامات. لا تخلوا ام بليل تشوفني مثل كل مرة. هيك يا عم هلا بتدوقيهم وبتعطينا كمان انت رايك كمان لانه اول مره بتجربي هاي الاكله. يلا انا هلا بدي اقوم يا عم بليل اتركك لحالك وقوم افطر. الله يتقبل، الله يجعله مقبول. امين يا رب. عم نعمل بروفا على رمضان. فتنا على البيت يا جماعة لأنه برا سرعة. يلا تقريبا شهلنا نتفيا بليل. خلصنا لف ورق الخبيزة وقلنا بدنا ننزل، صار عنا مشاوير بعد غير، فهلا رافقوني هون. انا صرت بشارع عزمي، اذا الله راد نازله صوب بيت عمي. اول شي بدي اصطبع عندهم وشوفوا حماتي شوي نطمن علي ونرجع ناخدكن هيك بجولة معنا على السوق ونشوف شو حنجيب نحنا وياكن، واكيد في زيارة للمرضى بالمستشفى. فان شاء الله هيك اليوم كمان تنبسطوا معي بجولتي وترافقوني للاخر الفيديو. هلا مثل ما شفتوني قطعت حد كنيسة مرمرون، وهذا الشارع باتجاه بيت عمي. اكيد صرتوا تعرفوا الزهرات. حماتي الوحيدة اللي عاملة زهر بطرابلس يمكن. وهيدي انا هلا فتت في حديقة المشية عالتل، مكان استراحة للجميع نص البلد. اكيد شايفين سعة التل موبيلي. هلا خلصت زيارتي عند بيت عمي، شربنا قهوة وقلنا لنتيسر بالطلع. فهلا مثل ما شايفين صرت بالمشية. شايفين هيدي ملتقى للناس من كل المحلات ضمن طرابلس. الناس بتجي بتستريح هون، اللي ناطر حدا اللي عنده حكيم او شي بيستريح هون لبين ما خلص. اكيد الاحد هون بتكون عاملينها لسوق الاحد هيدا سوق شعبي يعني اكيد الليمون والزفار له حصة كبيرة بطرابلس. الفيحاء معروفة بهاي الزراعات على جنب الطريق، يعني من الياسمين وهيك
طرابلس الفيحاء الشام مشهورة بزهرة زفار، وهيك بتعطي جمالية للطرقات، وأكيد ريحة عبق الياسمين وهيك اشياء بتتمه كل الوقت. أنا قطعت بالحديقة من ميل لميل وصرت على ساحة التل، من أكتر الساحات شهرة بالطرابلس هيدي الساحة. هالبنايات الأثرية اللي موجودة بكل طرابلس تقريبا بتحكي عن تاريخ المدينة العريق. اليوم حركة سير هيك شوي خفيفة بالمبدأ هون، بس السوق كتير عوجي. أكيد قبل رمضان بنهار العالم بعد ما خلصت غراضة وهيك، فاليوم عجقة منا طبيعية. هيدا التيك توك لصديقتي هيفا. شايفين هيدي العمارة القديمية، هيدا فندق الأهرام بوسط ساحة التل، كان من أهم الفنادق بالمنطقة بفترة الثمانينات والسبعينات. هيدا الحلاب العتال، بدي روح صوب بركة الملاحة لأنه ام بلال ناطرتني هونيك، هنلتقى أنا وياها بعد ما خلصت عن بيت عمي وهيك، باتجاه بركة الملاحة إذا الله رضى. هلا أنا قاطعة طريقي ورايحة باتجاه السرايا العتيقة القديمية، كانت هون اللي هي صارت مطعم حمص وفول عكرة. هيدا بياع الخرنوب، بياع الكعك القديمة اللي بالسرايا العتيقة، أكيد في ناس كتير بتعرفوا. هلا أنا صرت هون تقريبا عند السنتر فيل، بدي روح باتجاه شارع المفروشات، ما حروح بشارع العريض لأنه ام بلال ناطرتني على الجنب التاني، فحروح دغري بشارع المفروشات اختصر هيدي الطريق. هلا أنا وصلت عند بركة الملاحة وام بلال ناطرتني عند محلات بلال، كأني عارفة وين رايحة أنا. ما شاء الله عجبت الأسواق، خصوصي قبل رمضان بيوم، فكتير في عجب السوق. ام بلال العيني أخيرا حضينا ببعضنا. خلصنا حق تليفونات قبل ما خلصنا قهوة. هذا هو اللي بده يتأخر عن التاني، هيك بيصير فيه. ما شاء الله شايفة اليوم السوق يا ام بلال. والله كأنه عيد بالضبعين. الله يعيد علينا وعمك محمد، هلا عم يحضروا الشهر الكريم. هلا مع انه على بكره يمكن منه مبين رمضان، بس العالم يا اختي بتجي المشوار البعيد، الا نفسيا ما فيني اجي كل يوم، هو هيك. ونحن كمان عنا كم غرض، فحناخذن معنا ونعملكن هيك فتلة بالسوق وتشوفوا الأسعار معنا. هلا أكيد بدنا نجي على سوق الخياطين. هيدا خان الخياطين، في هون اشياء، هول العبايات الشرقية هيك اشياء، فأكيد كل شي تراثي بتلاقوه بهيدا السوق. هلا بدنا ناخد للولاد اكيد شي على رمضان عبايات وهيك اشياء، فاكتر منطقة موجود فيها هيك اشياء زخرفات بتكون هيدي المنطقة هوني خان الخياطين. ام بلال عم تسمي. خالي الكفيات يا ام بلال. غني اغنية يا راجل الكفية بالصبغة العربية بتاعتي. لك لعيونك يا نور العين. افتح لي كل شي هون يا عم. شايفين هيدا اللبس الفلسطيني يمكن. والله بدنا نشوف هولي للصبيان شو اسعاره. شو حلوين هولي كمان للبنات. شايفين هول هيدا ترند هلا $12، وهيدي العباية السوداء 15. هولي كمان وانا عن جد حلوة. هات لنشوف الاسعار يا ام بلال واذا عجبنا الشي هون. خلي لي اياها هي يا ام بلال. هذا 150 يا عم.
انا امبارح جبت شي عم بليل بعد مني بس. انا والله اصلا ما جبت يوم عم يطلبوني اولاد جديد برمضان. لك هلا خدي عم بليل، انا هاخد هيديك العربية هيدي. رمضان كريم. يلا حطيناها على الجميع يا رب. شايفين محل صغير بس في اشياء كتير حلوة ومرتبة. في منن على صغير هيديك اليوم لايكوس. هذا كان عند الدولار فوق بس كان سعره كذا اللي واقف واحلى اسعاره ارخص. شايفين يا جماعة شو هذا حلو؟ مدفع رمضان 150,000 بيحطها كل سعر يعني حلو، ما بتسألي بتعذبي. شايفين شو في اشياء حلوة؟ هذا مدفع صغير، هون مدفع وسطي. يا سلام هيدي حلوه كثير يا ماما. عن جد بدي اخذ كم شغلة من هون. هذا 2600. هاي جايبة من هنا يا عم بليل. نحمل مدفع ولا الباهظ ولا. هلا نحن نقينا هولي ومع هيدي، شايفين شو حلوين عن جد هولي، يعني عدم عنن هيك خارج رمضان هولي دايما بنحطوا بالبيت. من الزمن الجميل هون. شو حلوين، وعلى فكرة ما غاليين، يعني تقريبا شي $1.50. 150,000 على اللبناني تقريبا شي $1.50. فرجينا هالبيت يا عم بليل، شايفين البيت بس هدمتيه عم بليل للبيت قدنك. قاعدة داير من دول كمان. نازين قهوة في شفي إذا تريدي. لسه ما خلصنا، هلا بدنا نخلص هون ان شاء الله نطلع لعند ام علي كمان اليوم. طلع علي امبارحة ما قدرنا جينا. هيك هول 3 كبايات ب100 مكتوب عليهم اهلا رمضان. في اعتصام كمان للاطباء. شو عم بلاقي كل العالم معتصمة. والله اليوم غاشك اليوم يا ماما. في على الطرق معتصم مشان غلا البنزين والمحروقات، وهلا الاطباء كمان معتصمين. حطينا على 2 يا عم بليل، وين طالعين؟ يمكن رايحة لفوق. شوف هذه دغري. اخ يا هاي ام علي، هلا زبطناكي اليوم يا ام علي، حلسناكي وبلشناكي نعيما اول شيء. نعم عليكي يا رب. بعدين يطمنوا عنك، انا حبيت انتي تطمنيهم. الحمد لله مثل ما انتم شايفيني بألف خير من الله. الحمد لله دائما الحمد لله. وبتشكر من كل قلبي لكل اللي سألوا عني، والله لا يضر حدا. ما شاء الله يا عم رمضان علي. كريم ومبارك علينا وعليهم وعلى الجميع يا رب. وان شاء الله باول يوم برمضان انا حكون ببيتي ان شاء الله. هيدي البشرة السعيدة يا جماعة. شاء ياخذ الله. العين عنك يا ام علي، ما شاء الله ما شاء الله. بتقولي زعيمة زعيمة. اما هو انا الحمد لله يا اختي الوجهه من رب العالمين. دخيل اسمه أنا الحمد لله. الحمد لله بفضل رضا الله ورضا الوالدين نجومي في عيلي. انا يا معالي عم فكر بشغله، انه انت نقدمك على النيابه مرشحه عن بيت الحيك ان شاء الله. الله كريم. عن الضمنيه. بدي زيح ما عم يعملوا شيء بدل ولا بتلبق لك. هلا طمناكن عن ام علي، ومثل ما قلت لكم ان شاء الله بكره بالف خير وسلامه على البيت من غير شر. ان شاء الله. يلا نلتقانا بالبيت ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اول يوم برمضان روحوا افطروا عندنا ان شاء الله. بس انتم بتعملوا الفطور. لا تخافي لا تعطلي هم. انا فيني اكلها تحت ايديك يا ماما. لا هلا انا معذوره يا عم بليل. بدك تعملي انت. لا ما فيني اعمل كبه هلا ولا فيني اعمل هلا. انا ما في شاطره بالكبه يا عمي انا الكبه علي. الكبه على الرأي. انا باخذ كل شيء وبنطلع. لا ابو عبد الله كمان بيساعدنا. خلاص هاي هي ان شاء الله. يمكن اول يوم لا عم بيت عمي. في وحده بتروح على بيت عمي. هاي ان شاء هي الله. ثاني يوم بنكون مجموعين على سفره ان شاء الله. ان شاء الله من كل بيت. يلا يشوفونا كمان ان شاء الله. هو هيك. الله ان شاء الله شهر. وانا العشاء يا ام علي علي ان شاء الله تعالى بتبرعوا وبتجلى وبترد كل شيء لا تعطليهم لا تعطليهم. انت خلي بيتي احسن. هيدي عزيمه
ولا اروع من هيك، حياة عمرها ما صوت. عشان اذا ما شاركتي بقلب الشر ما بننبسط. بالعاده اعمل لكم العزيمه تلاقوا كل شيء جاي. ايه صح والله. هلا انتم بدكم تروحوا الصبح تعملوا كل شيء ان شاء الله. كلها معفين الولاد. يلا ان شاء الله. خلاص هلا يمكن تاني يوم ثالث يوم ان شاء الله تصير من رب العالمين بتلاقينا عندك. هلا ما بقى نشوفك على بكره، لا بعد بكره يومين ثلاثه ان شاء الله. ما بيأثر يلا وقت بتروحوا واهلا وسهلا البيت مفتوح. شفتوها لأم علي نورت يا جماعه نورت. ايه والله صارت حلوه. زايده حلاوته. قولي عريس يا مشاهدين. لا يا عم لا يا عم علي لا. العشاء بسلامة ابو علي. ما اختلفنا بس انه واحد بيزور له ضربه. انتوا على الحديث انا ما هحكي. مأثر علي المرض مأثر علي المرض. اذا شغلنا على الحروف. لا يا عم بلال، انا الحمد لله من فضل الله اكثر شيء العلماء بيعرفوني اني ما بشتغل بالانفاق. الحمد لله انا ست مستقيمه. الحمد لله نشكر الله. الاستقامه الحمد لله من فضل. هلا نحن عم نزورب عليك يا عم علي. هلا انا عم بطلب جو علي لانه بعرف اني 7 ايام بالمستشفى فضغط علي هيك نفسيتي حابه فرفش، يعني لقيت الممرضات بفرفش معهم، لقيت الدكتور بفرفش معهم، لقيت زوجتي حدي بالتخت بفرفش معهم. يلا الحمد. انا هيدي الحياه الكئيبه الحمد لله ماني معوده علي، فبحب هيك الفرفشه. لكن قلتيها معك لهون على والله. المستشفى. يلا الحمد خير لله. خير الحمد لله رب العالمين. هلا